دعونا نتفق قبل كل شيء أن هناك في العالم زعماء يتحكمون ويمكرون في الأرض، ولا شك أنهم كلهم يبحثون عن مصالح ومرابيح مادية. كما قال رسول الله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأبتغى ثالثا. وكيف يجنون مليارات الدولارات، وكيف يتجنبون الركود الاقتصادي؟ إنهم أولاً يستمدون نفوذهم وسلطتهم من الشركات والمافيات، وهي سبب قوة الدولة وتأثيرها في العالم. وتعددت المافيات، منها مافيا الأدوية وغيرها الكثير. ومعلومة على السريع لتوضيح المقصد من الكلام: هل تعلمون أن المليارات من الأطنان من الطعام الطيب الصالح للأكل ترمى في البحر فقط لكي لا ينخفض سعر الخضار ويحتكروها لأنفسهم؟ هذه واحدة. وما هي الطريقة المفضلة لهؤلاء المافيات لزيادة الأرباح؟ الحل هو افتعال الحروب والتجارة بالحرب. فلو تفكرت قليلاً تجدهم مستفيدين كلهم. تجار الأسلحة مليارات المليارات الدولارات فقط من بيع الأسلحة لكلا الطرفين، والحكومة تدفع ثمن الأسلحة لكي يبيعوها بأسعار مضاعفة. مافيا الغذاء والتمويل والمزارع، في الحرب هناك لاجئين جائعين وجيوش تحتاج غذاء، ملايين الدولارات، والناس داخل الحرب جوعى يحتاجون الغذاء، المزيد من الملايين. وكل من الجيوش والشعوب والجرحى يحتاجون الكثير من الأدوية، واللاجئين ملايين يشترون من ميزانية الدولة ويبيعونها بالمليارات. ومافيا المستشفيات، عندهم جرحى بعشرات الآلاف ينعشون مرابيحهم ويحركون عملهم. مافيا الفنادق والمجمعات السكنية، ملايين اللاجئين يحتاجون مسكن، مليارات دخلت عليهم وانتعاش عملهم، والمهاجرين كذلك، فهم لا يكترثون لما يصيبك، يشعلون الفتن والحروب لكي يمصوا مالك. تجار التوصيل والأعمال اللوجستية، من سيوصل الأسلحة والأدوية والطعام غير سفن وطائرات التجار؟ ملايين الدولارات. القنوات الإخبارية، يبعثون المراسلين والصحفيين والمصورين، ويزيد عدد المشاهدات بالملايين، مما يرفع سعر الإعلانات، مما يعني أرباح بالملايين. فالأزمات تجذب اهتمام المشاهدين. أما الآن اشتغل كل المافيات إلا المتاجرين بالبشر. نعم، المخابرات يخطفون الأطفال لكي يشتغلوا عندهم كجواسيس ويشغلون في المصانع والأعمال الشاقة، والدول تحتاج عمالاً وسكان. استقبلوا اللاجئين والمهاجرين ورحبوا بهم وشغلوهم واستفيدوا منهم، ويستغلون اللاجئين في أعمال شاقة تخدم جيوشهم ومخابراتهم. لكن هناك تجار نسيناهم. نعم، القوادين، اللاجئات الأوكرانيات مثلا وغيرهم. يرحب بهم القواد ويشغلهم في الدعارة والمراقص والأفلام الإباحية. تجار العقارات، من سيبني البلد التي دمرتها الحرب؟ وأسعار الأراضي تنزل جدا. يشترون الأراضي وينتظروا انتهاء الحرب وارتفاع الأسعار، ويشترون آلاف الأراضي بأثمان بخسة. مافية أسهم البورصات، يشترون الأسهم بأبخس الأثمان بسبب الحرب. أما الآن انتهى الأمر واستفاد الجميع، أليس كذلك؟ طبعاً لا. بعد نهاية الأزمة من المستفيد المقاولون. الحرب دمرت المباني والبنية التحتية من ماء وكهرباء ومجاري ومجمعات سكنية. مليارات الدولارات يربحها المقاول في سنوات عديدة. إعادة إعمار البلد يدفع ثمنها الدول من أموال الشعوب، والمستفيدين هم هؤلاء المافيات، وكلهم مستفيد في الحرب وفي إعادة الإعمار، خاصة أصحاب العقارات والأسهم بعد ارتفاع سعر الأراضي والأسهم بأضعاف مضاعفة عند نهاية الحرب. هكذا يمصون أموالك ويستعبدون البشر.